السلام عليكم. هنشرح الاستاتستيك. تمام. هنشرحها بطريقه كده مختصره، هنقول الزتونه بتاع كل محاضره وبناء عليه هنعرف الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه الاحصاء دي بعملها ليه كده بطريقه سريعه. انا بدخل الاحصاء في كل حاجه، عايزه اعد، عايزه اعرف مين حلو ومين وحش. مش هينفع اقول كده، فلازم هعدهم، هعمل احصاء ليهم. طيب، ابسط مثال، لو انت حبيت تشتري تليفون، بتروح شايف الريفيو، كم واحد قال ان هو امكانياته كويسه وكم واحد قال ان هو امكانياته ايه قليله، وبناء بتقرر هل تشتريه ولا ما تشتريهوش. فنلاقي الاستاتستيك بتاعتنا بتحافظ على كواليتي وبتستخدم في الريسيرش وعشان اعمل ديسيجن ميكنج، بتستخدم في شركات ومصانع، حتى شركات ابل ذات نفسها لما بتعمل بتصنع تليفون اصدار جديد بتحافظ على الكواليتي بحيث ان تكون نسبة الخطأ فيها تكاد تكون 1 من 1,000,000. يعني بصوا، حاجة كده بتستخدم في كل حاجة. المهم الاستاتستيك دي ليها نوعين. ايه هي؟ الديسكريبتيف، يعني وصفية، تمام، وايه كمان؟ وانفرنشال. انفرنشال. طيب انا قبل ما اتكلم على الاثنين دول انا عايزه اعرف، انا بعمل الاحصاء دي في مجالنا احنا النيرسينج او الميديكال، بعملها على بوبيوليشن، صح؟ طيب انا عايزه اقيس ظاهره معينه، هل هاخد كل الناس؟ هل هاخد وليكن عايزه اقيس نسبه انتشار فيروس سي او زواج القصرات او استخدام السوشيال ميديا، استخدام اي حاجه بقى. المهم انا عايزه اقيس ايه؟ اشوف ظاهره معينه. هل هستخدم كل البوبيوليشن؟ هيبقى عدد كبير جدا، هياخد مني وقت، هياخد مني ريسورسز، موارد، وهياخد مني ماني. طيب دلوقتي بقى فقلنا هنعمل ايه؟ انا هاخد عينه، يبقى انا عندي عدد كبير من الناس، البوبيوليشن ذات نفسهم. البوبيوليشن قال لك انا ما هقدرش اخد الناس دي كلها، امال انا هعمل ايه؟ انا هاخد عينه منهم، سامبل. طيب لو انا جيت رحت جبت العينه دي وليكن بقيس نسبه الاوبيزيتي، فانا رحت قست اوزانهم، فرحت قلت ايه؟ ان العينه اللي عندي وزنهم كذا وكذا 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 وكذا، ورحت طلعت الايه؟ حاجات اساسيه، قلت ان متوسط اوزان الناس اللي عندي وليكن عندي سامبل اهي، يعني مثلا 92 90 75 80 65 60 وهكذا، اي حاجه وليكن دي السامبل، ورحت قست الويت بتاعهم عشان اشوف هل نسبه، عايزه اشوف نسبه الايه؟ الاوبيزيتي اللي منتشره عندي في البوبيوليشن. انا خدت العينه ورحت قست اوزانهم دول، فلازم اساسا تقول لي كده متوسط الاوزان دي كام، يعني فيما معناه اغلب الناس ممكن يكون اوزانهم ايه. فقلنا احنا هنطلع حاجه اساسيه اسمها المين. تمام، المين ده اللي هو المتوسط. قول لي كده اغلبيه الناس ممكن يكون وزنهم قد ايه. طيب اغلبيه الناس وزنهم قد ايه؟ يبقى هجمع كل دول واقسمهم على عددهم. يعني ازاي؟ هجمع ال 92 وال 90 وال 75 وال 80 وال 65 وال 60 على كام؟ على عدد السامبل، 1 2 3 4 5 6 على 6، يطلع لي المين اللي بسميه ميو، او اللي هو ايه؟ الاكس بار. تمام. طيب قال لك انا عايز كمان اعرف الميديان والمود. ايه هو الميديان والمود؟ الميديان ده المتوسط، ماشي، الحاجه الرقم المتوسط، هرتبه تصاعدي او تنازلي واخد الوسط اللي ما بينهم. يعني وليكن هنرتبهم ازاي؟ هقول 60 65 75 80 90 92، اخد المتوسط بتاعهم. يعني ايه؟ 1 2 3 4 5 6. لو هما كانوا 7 ارقام وليكن هنضيف 60 تاني. لو هما كانوا 7 ارقام فانا هاخد الحاجه اللي في النص، يعني 1 2 3 4 5 6 7، ادي 3 وادي 3، هاخد رقم 80 اللي هو ايه؟ في النص، الميديا، الحاجه الوسيط اللي في النص. طيب
رقم زوجي، لا انا ساعتها هعمل ايه؟ هاخد الرقمين اللي في النص، الرقمين اللي موجودين في النص واروح اقسمهم على ايه؟ هقسمهم على 2. طيب المود بقى، المود بيقول لك اللي هو الفريكوانسي، التكرار. يعني ايه؟ يعني وليكن عايز اشوف الرقم المتكرر هنا، الاقي 60، ماشي، يبقى في حاجه متكرره تاني؟ لا، ده اسمه يوني مود. لو لقيت كذا رقم متكرر تاني هشوف اكتر حاجه متكرره. طب لو لقيت رقمين متكررين زي مع بعض، يعني مثلا لقيت 60 و60 ولقيت 65 و65، ساعتها يبقى باي مود. طب لقيت 3 ارقام متكررين زي بعض يبقى تراي مود، وهكذا. كده انا جبت العينه، وصفتها، قلت ان متوسطهم كذا، اغلبيه الاوزان عندي كذا اللي هو المتوسط بتاعهم، جبت الوسيط بتاعهم الميديان، تمام، جبت المود اكتر حاجه متكرره. ده قال لك كل اللي انت بتقوله ده انت وصفت لي مين؟ وصفت لي العينه. جيت عند البوبيوليشن؟ لا، يبقى ساعتها كل اللي انت عملته ده اسمه descriptive statistics، احصاء وصفيه. امال انا عايزه دلوقتي، ما انا واخد السامبل دي من البوبيوليشن، انا عايز ارجع الريزلت دي واعممها واقول ان هي على الايه؟ على البوبيوليشن. قال لك لا، دي بقى كده بقى ليها شروط تانية. اول حاجه العينه بتاعتك، انا عايزه اعرف العينه دي نوعها ايه. يعني ايه نوعها ايه؟ قال لك ان لو انت عايز تخلي السامبل